بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين وحلقه جديده والملاعب اليوم. كلام جميل، كلام مسؤول، ما اقدرش اقول حاجه عنه. اسامه سرايا رئيس تحرير واحده من اهم الصحف في العالم وليست في مصر فقط. الاهرام وما ادراك ما الاهرام 130 سنه يترأس تحرير هذه الصحيفه العريقه الكبيره الكاتب الصحفي القدير اسامه سرايا. يتكلم عن قيمه مصر واحترامها. يتكلم عن احترامنا للاخوه الاعزاء الاشقاء في الجزائر. يتكلم عن أهمية التشجيع بالشكل الحضاري الجميل. يتكلم أنها مباراة كرة قدم 90 دقيقة فقط لا غير، ولن تشعل حرب ولا النيران في المدرجات أو خارج المدرجات. يتكلم عن العلاقة المتميزة بين المصريين والجزائريين. يتكلم عن آمالنا وأحلامنا وطموحاتنا بالصعود إلى كأس العالم، ولكن في الوقت نفسه يتكلم عن احترام آمال الجزائريين في التأهل والصعود للمونديال، بل يزيد من القول بأنه سيشجع الجزائر لو وصلت وصعدت إلى كأس العالم. هذا هو الخائن الجديد أسامة سرايا. مثلما كنت خائنا وغيري من المحترمين، من الإعلاميين، من المشجعين. ده خاين، راجل بيقول لك قيمة مصر، احترامها، جمهورها. هجيب لكم كلمة صغيرة لسمير زاهر عقب مباراة مصر والجزائر، وهو يشكر الجزائريين على الاستقبال ويقول نتمنى أن نرد هذا الاستقبال الحافل في القاهرة، وذلك عقب الخسارة بثلاثية مقابل هدف في الجزائر. ده كلام رئيس اتحاد الكرة المصري. أنا جايب لكم النهاردة كل ما كتب في الصحافة المصرية عقب مباراة مصر والجزائر بالكامل، أهرام، أخبار، جمهورية، ومسا، وأهرام مسائي، وبقية الجرايد. كل اللي اتكتب وكل اللي اتقال، لا حد اتكلم على سوء استقبال، ولا حد اتكلم على ضرب في المدرجات، ولا حد اتكلم على اي حاجه. كل اتكلم على سوء حاله منتخبنا الوطني. كل اتكلم ان الحضري لم يكن موفقا، وما زلت مصمما على رايي بان الحضري في هذا اللقاء كان في واحده من اسوا مبارياته، ثم استفاق وكان هو الافضل في مباراتي رواندا وزامبيا، سواء في زامبيا او في رواندا. بل ازيد من القول او ازيد من الشعر بيتا بان الحضري كان المسؤول الاول عن الهدف الذي اهتزت به شباكنا في القاهره، وكان المسؤول الاول عن نظافه شباكنا في رواندا وفي زامبيا. اللي ما بيعرفوش في الكوره ما يتكلموش. انت بتكلم حارس مرمى اللي هو انا، فبكلم سيادتك وسيادته وكل الناس، وبتحصل يوم بتبقى كويس، يوم بتبقى وحش، يوم بيبقى مش يومك. فمباراتنا في الجزائر ما كانش يوم الحضري، والحضري يسأل على الاقل عن هدفين من 3 من اللي دخلوا مرمانا هناك. كلام انا اهو بقوله. والحضري هو المسؤول الاول عن ارتفاع املنا بالتأهل لكأس العالم بالفوز على رواندا وعلى زامبيا 1-0. 1-0 كان له دور ما يقرب من 75% في كل ده. لكن لما يكون وحش هقول انه وحش، ولما يكون كويس هقول انه كويس. ادي الهدف الاول اللي كان في شباكنا في الجزائر هناك لا يضير وليس عيبا. اوليفر كان عمل اجمل بطولة في العالم في نهائيات كأس العالم في فرنسا، او بعدها عفوا في 2002، وبعدها في المباراة النهائية كان هو الأسوأ. دخل مرماها هدفين. ما تشوفوا الحاجات دي دخلت في الحضري هناك في الجزائر. وهحاول اجيب لكم صدات من اللي حصلت في زامبيا وفي رواندا عشان تعرفوا فرق التألق من عدم التألق. عيب ان انا احط الكلام ده على الشاشة، لكنه بوضح لكم عشان بس المزايدين والمبالغين واللي بيجيبوا مش عارف ايه واللي بيعملوا ايه، كل ده كلام لا بيودي ولا بيأخر ولا بيقدم. ده كلام أسامة سرايا رئيس تحرير الأهرام. هو خاين هو كمان. عايز اقول لكم حاجه، لو دعيت بكره من الجزائر هروح تاني وهعمل نفس اللي عملته وهكون في غايه السعاده، لانه باختصار احنا عارفين احنا بنعمل ايه. لكن العيال اللي بتتنطط، ما انا قلت لكم انا ممكن دلوقتي افتح لكم التليفونات ونعملها شتامه ومشتمه ومهزله على الهوا، يبقى نقفل التلفزيونات ونقفل المحطات احسن. ما ينفعش. وقلت لكم يا جماعه من فضلكم، حتى المشاهدين انا بزعل منهم، ما ينفعش تروح للتفاهات، او ما ينفعش تروح للصغائر، او ما ينفعش تروح للكلام الفارغ المبتذل. ده في حاجات مبتذله. ومره ثانيه عايز افكركم انه الكابتن سمير زاهر سافر الى الجزائر. سمير زاهر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم سافر بنفسه الى الجزائر عشان يحتوي ازمه الكابتن ابراهيم حسن والمشهد اللا اخلاقي اللي عمله في الجزائر في مباراه المصري وشبيبه بجايه. وانتقل بنفسه سمير زاهر الى الجزائر لتقديم اعتذار للاخوه الجزائريين.
وان الاتحاد الافريقي عاقب ابراهيم حسن بالايقاف 5 سنوات والعقوبه اعتمدها الاتحاد الدولي لكره القدم. دي هي. ابو تريكه بعديه كمان خاين، هو كمان خلي بالكم دلوقتي اسامه سرايا خاين وسمير زاهر، بس سمير زاهر على راي صديقنا حسني مشجع الاهلي الشهير قال لي سمير زاهر سافر الجزائر البلد وانت سافرت الجزائر المحطه، لكن المصيبه الاكبر بقى ان النجم بتاعنا ابو تريكه سافر الى الجزائر لانه كرم هناك كافضل لاعب افريقي. يعني لما الكاف ما ادالوش افضل لعيب، الجزائريين هم اللي ادوا له افضل لعيب، واحنا بنتنافس معاهم واحنا داخلين في المنافسه. كان ابو تريكه لو عندنا لقطات من تكريمه يبقى كتر خيركم هناك في الجزائر. ده برضه ابو تريكه، وده سمير زاهر، وده اسامه سرايا. يا جماعه انا في اعلان حلو قوي يعني بلاش اقوله، لانه عيب يا جماعه، عيب والله العظيم عيب انه سياسه الخرفان والجرذان ولا لا ما تنفعش. ما اقدرش افتحها هنا شتامه، ما ينفعش. نقفل المحطه احسن، ما ينفعش. ما ينفعش تبقى شتامه، ما ينفعش تبقى الدنيا ماشيه بالشكل ده، نقعد نتفرج على عيال صغيره عماله تتنطط مش طايله الكرسي وتبقى حاجه توجع القلب. طب هنعمل ايه؟ هنرد بقى وننزل نتقزم الى هذه الدرجه والى هذا الحجم؟ ما انا قلت مش هجيب سيره حد، ما ينفعش اجيب سيره حد. احد اللاعبين الدوليين يقول لك انا اتضربت عند رأية الكورنر. يا اخي اقسم بالله انت عمرك ما اتضربت خالص، لا من قريب ولا من بعيد. في نقطه كمان مهمه، البعض يقول لك الجزائر وضربونا وفاكرين لما ضربونا، ما حصلش، لانه اللي حصل كانت بطوله الالعاب الافريقيه وكانت الخناقه بين الفريق المصري والفريق الليبي، واللي حمانا هي الشرطه الجزائريه لضعاف الذاكره، انا بنشطها لهم. يوم 14 نوفمبر مباراه عايزه رجاله، مش عايزه 80,000 مقاتل في الاستاد ولا 100,000 مقاتل في الاستاد، لا، عايزه مشجعين جمال. ورينا يا سعيد منظر الجماهير اللي كانت موجوده في 2006 وخدنا البطوله وما كانوش مقاتلين خالص، كانوا بنات وشباب وصغيرين وكبار. كان فيهم مره رئيس الجمهوريه، كان فيهم مره السيد جمال مبارك، كان فيهم مره السيد احمد نظيف، كان فيهم مره السيده حرم رئيس الجمهوريه، كلهم موجودين ومبسوطين. وحرم الرئيس ترفع العلم وفي غايه السعاده، والرئيس الوزراء والرئيس يسقف، وجمال مبارك في وسط الولاد بيسقف معاهم وفرحان معاهم، وعلاء مبارك والناس كلها، وكله زي الفل، وبنات جمال واطفال صغيرين والناس كلها. وكسبنا كوت ديفوار وكسبنا السنغال وكسبنا الكونغو وكسبنا ليبيا وكسبنا بطوله الامم الافريقيه. لا قلنا مقاتلين ولا قلنا مصارعين ولا قلنا محاربين ولا قلنا قلنا جمهورنا الجميل. يا رب اعرف الاقي لقطه من الاسماعيلي والانجلبير دي سنه 69 لما خدنا بطوله افريقيا، اول بطوله افريقيه تدخل مصر، وشوفوا الجماهير على اعمده النور عامله ازاي. لا ضربت بتوع الانجلبير ولا الكابتن لطيف قال مقاتلين ولا حاجه من دي خالص خالص. مباراه كره قدم بين فريقين شقيقين. على فكره الرئيس الجزائري هيوصل مصر يوم الاحد، جاي في زياره، هيبقى خاين في بلده انه جه مصر قبل مباراه مصر والجزائر. عايز اقول لكم بس شويه معلومات صغيره. وزير الدفاع الجزائري الحالي كان قائدا للقوات الجزائريه التي تحارب بجوار القوات المصريه في سيناء لتحرير الارض المصريه والارض العربيه، هو الان يقوم بمهام وزير الدفاع في الجزائر. مجرد معلومه. اسلحه كثيره جدا كانت تصل الى المحاربين، الى محاربي الصحراء في حرب التحرير لتحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي من مصر. مصر هي الدوله الوحيده التي انتجت فيلم عن المناضله الجزائريه جميله ابو حريد، ما زال يعرض حتى الان في كل دور العرض في الجزائر وفي وسائل الاعلام المختلفه، وعندهم كل الفخر ان مصر هي اللي انتجت هذا الفيلم. هواري بومدين الرئيس الجزائري الاسبق هو اللي سافر الى اوروبا عشان يجيب لنا يتعاقد على اسلحه ويتعاقد 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 يبان حرب 73. عايزين كل ده نبوظه بماتش كوره، يتحرق ماتش الكوره. انا كل امنيتي اوصل كاس العالم، كل امنيتي. انا قلت في الجزائر وعندكم التسجيل، وتعمدت ان انا اعيد الحلقه امبارح لانه للاسف الشديد احد الزملاء هنا طلع، انا فكرت ان احنا في قناه غير القناه ولا في مكان غير المكان ولا في موضوع غير الموضوع. لا، احنا عندنا خط معلن للقناه. وعلى فكره لازم تبقوا عارفين ان انا راجل بحترم نفسي وبحترم شغلي، ولما بقدم على خطوه بيبقى عن طريق رؤسائي. في رئيس، هناك صاحب ورئيس مجلس اداره، وهناك رئيس للقناه، وهناك مدير للتشغيل، وهناك مدير للانتاج، وهناك مدير للبرامج. كل الناس بتقعد وبنحط